السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل إن شاء الله سلسلة أقسام كلية الزراعة، ومن أهم الأقسام ديت قسم أمراض نبات. وهو قسم مميز جدا بيفتح أبواب كتير أمام الخريجين، وهدفه مش بس الدراسة، لا كمان بيجهز الخريج بمهارات ومعرفة مميزة تخليه جاهز لسوق العمل. هنتكلم النهاردة عن المواد اللي هتدرسها وإيه اللي بيميز الخريج. لو عاوز تعرف أكتر عن القسم تابع معنا آخر الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن قسم أمراض النبات، ويعتبر من أجمد الأقسام اللي عليها تنافس شديد بين الطلبة. هو قسم من أساس 3 أقسام، هما المبيدات والحشرات والأمراض، وهما اللي بيجتمعوا مع بعض في شعبة وقاية نبات. وبرضه القسم اللي بتدرس فيه الأساس البيولوجي عشان تتمكن من معرفة شكل النبات قبل الإصابة عن بعد الإصابة. ممكن تكون الإصابة دي عوامل زي نقص العنصر، أو إصابة فطرية أو فيروسية أو بكتيرية، أو نباتات متطفلة أو حيوانية زي النيماتودا. بالنسبة للنيماتودا فهي بتسبب خسائر اقتصادية بتوصل ل100% من المحصول. وقسم الأمراض بتدرس فيه الأمراض كلها من المحاصيل الاستراتيجية ومحاصيل الخضر والفاكهة والزينة. وهنتنقل لجزء مواد التخصص. بالنسبة لمواد التخصص فأنت بتاخدهم ب3 أشكال. أول حاجة المواد المشتركة بين الشعبة، ومواد خارج الشعبة، ومواد تخصص أمراض النبات. بالنسبة لمواد الشعبة المشتركة عندنا حشرات اقتصادية، أكاروسات زراعية، ومبيدات آفات، وتقسيم فطر، وأساسيات أمراض نبات. ومن خارج الشعبة بقى في تصميم وتحليل تجارب، تربية نباتات مقاومة للآفات، وهندسة الآلات مكافحة الآفات. أما مواد تخصص أمراض النبات فهي أمراض نبات غير طفيلية، وفسيولوجيا النبات، وفسيولوجيا التطفل، وأمراض المحميات، وأمراض البذور والثمار. ونتنقل لنقطة مهمة جدا، وبعد الطالب ما يتخرج إيه المواصفات اللي تأهله لسوق العمل. على سبيل المثال أنت لو نازل مزرعة، والمزرعة فيها مرض معين وأعراضه ظاهرة على النبات، إيه المطلوب منك؟ أول حاجة، رقم 1، إنك تتعرف على الأمراض وتشخص الأعراض، وإذا كانت الأعراض أو مسببات المرض كائنات حية لازم تتعرف على دورة حياتها، إيه هو العلاج بتاعه، إيه هي الاحتياطات اللازمة عشان المرض ده ما يرجعش تاني. ولازم يكون عندك تنبؤ بالمشاكل المحتملة اللي ممكن تصيب المحاصيل أو المزرعة. مواصفاتك برضو كخريج إنك مش مستني الأعراض دي لما تظهر مرة تانية، لا انت المفروض عارف ايه هي اسباب المرض وتمنعها من قبل اصابتها. زي مثلا في مزرعة جنبك وانت عارف ان فيها نيماتودا، لازم تاخد احتياطاتك اللازمة عشان ما تنقلش المرض ده ليك في مزرعتك. ولازم انت كمهندس مكافحة في تخصص امراض النبات انك تشخص صح من البداية، عشان لو شخصت غلط هتدي علاج غلط، وبالتالي هتضر النبات اكتر واكتر بدل ما كنت هتعالجه. فعشان كده تخصص أمراض النبات من التخصصات الحساسة جدا في شعبة وقاية النبات. وهنتنقل لآخر جزء وأهم جزء، هو جزء مجالات العمل بشعبة وقاية النبات. مجال عملها في السوق الزراعي مجال واسع جدا، زي مثلا إنك تشتغل قائد هيئة تدريس، أو في المراكز البحثية زي المركز القومي للبحوث، أو معهد بحوث أمراض نبات بمركز البحوث الزراعي الموجودة في الدقي، أو مركز بحوث الصحراء في المطرية، أو المعمل المركزي للمبيدات الموجود برضو في الدقي. أو إنك برضو كمان تقدر تشتغل كمهندس زراعي بإحدى مديريات الزراعة أو الإدارات الزراعية بوزارة الزراعة، والعمل كمهندس زراعي في المنافذ الجمركية بالمطارات والمواني والحجر الزراعي، ومهندس زراعي في معظم الهيئات والوزارات والمؤسسات الحكومية. وكمان تقدر تشتغل في شركات تصدير الحاصلات الزراعية والمزارع المختلفة، وهو زيه زي قسم المحاصيل من حيث الصعوبة، ممكن أكتر كمان. عشان كده محتاج مذاكرة كويسة جدا بشكل كبير.